أنا مطلقة. انت طلقة مو مطلقة. 5 سنين امبارح على مود اشتري سيارة. يا معود لا تأخرني لا تأخرني، راح تجي المرة شوفها واتفق وياها على السيارة وتكاتبوا وخلوني أروح وراي صلاة المغرب. ما معقولة إمام ما جامع يتأخر على الصلاة. ان شاء الله ما ناخرك شيخنا، بس تعرف يعني مرة وقاعدة بوحدها وتبيع سيارتها، يعني شلون يعني اجي بوحدي؟ الناس شو تقول؟ جبتك انت بعد بركة المنطقة، بس الله يخليك شيخنا، يعني اكو شغلات انا يمكن استحي اسال بيها، انت لازم تسال بيها الله يخليك. اهم شيء عندي تسال على الصبغ مالت السيارة والرقم مالتها بالمرور، اوكي؟ إن شاء الله السيارة زينة والمرة راح تجي وتشوفها، مرة بتوادم وبتحلال. هسه شوفها وإن شاء الله تتفقون أنت وياها. هي شنو سالفتها؟ تستحي تنزل السيارة للمعارض، كلفتني أنا أشوف لها شراي. شفتك أنت لا تفشلني وياها أحمد. ما فشلك، هاي فلوسي جاهزة، ما فشلك، بس الصبغ مالت السيارة والرقم. ما فلوسك جاهزة 10 ملايين؟ هاي 10 ملايين بس الصبغ والرقم. يابا والله افتهمنا. الصبغ والرقم. والرقم. صار جت المرة. ما داب بفلوسي بالشارع انا. جت المرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، زارتنا البركة. الله يسلمك ويبارك فيك بنيتي. طمني شيخي، إن شاء الله عجبتكم السيارة. عجبتنا إن شاء الله السيارة عجبتنا. 70 71 72. لا تسألك على السيارة عجبتك جاوبها. والله عجبتيني اكيد. السيارة. انتم بالسيارة؟ اي اكيد عجبتني السيارة. اي. واللي اشترت السيارة لا اله الا الله. واللي وازاها الوقت وتريد تبيع السيارة. استغفر الله العظيم، احنا نسأل عن الموضوع اللي كان قلقك يا ابني. قضية الرقم والصبغ. اي ما بيها صبغ. يا صبغ شيخنا دفوع عليها حاطه مكياج خفيف وحاطه هواي. السيارة لا احكي عن السيارة ابني. ايه والرقم. والله شيخنا أنا ما حافظة الرقم. يا رقم السيارة بيش كيلو رقم السيارة جاي يسأل عن رقمك انتي. رقم السيارة والمرور عود نسأل عن رقم بالمرور. لا شيخنا انا اقول نسأل عليها بالمنطقة او في المرور، وانا اقولها ما لها داعي، انا اقول نخطب ونخلص خلاص. عفوا ليش أنت ما جاي على مود السيارة؟ والله بصراحة انا جيت على مود السيارة، جيت اشتري بس هسه بطلت، ما اريد اشتري، اريد ابيع. انتي تشترين قلبي لو لا؟ يعني اللي أفهمه يعني خلاص بطلت بعد ما تريد السيارة؟ أحمد أجمل حب هو الذي نعثر عليه أثناء بحثنا عن شيء آخر، وأنا جيت على مود السيارة. نعم. وهسه عرفت السيارة وارد خطوتك، بس أنت ما قلتي لي أنت شنو وضعك؟ أنا مطلقة. أنت طلقة مو مطلقة. اي مطلقة وأنا اللي طلقتهم أحمد. عاش ايدك شيخنا، أحسن شغلة سويتها بحياتك طلقتهم. اي نعم. والله هو كان كلش هواية يغار علي حقه؟ وما يقبل يخليني أسوق السيارة، فأنا طلبت الطلاق وطلقنا. على مود السيارة طلقتوا؟ على مود نعم. السيارة. جاي تشوف حكمة ربك شيخ، السيارة اللي طلقتهم راح تكون السبب بزواجنا، خصوصا الجير اوتوماتيك. بس احنا هي رادلنا شيخ حتى يعني يعقد لنا. لا عاد الشيخ من موجود، انا جايب على مود يعقد لنا اصلا مو على مود السيارة. والجناسي. هي جايبها على مود السيارة، هسه راح اخليها على مود العقد. بس انا عندي شرط مهم، انا مهري لا يقل عن 10 مليون. سبحان الله هن فلوس السيارة مترتبة شيخنا مترتبة. وبالنسبة للعشاء؟ هسه اطلب دليفري ونسوي هنا احلى عرس. زين والحجي؟ الحج وراه صلاة مغرب، مأخرين الرجال مأخرين مو؟ زين والسيارة؟ ترخص له السيارة. شفت شلون شيخنا؟ حتى السيارة جتني ببلاش. ايه مصائب قوم عند قوم فوائد.